بيبدأ فيلمنا النهاردة بأفراد عصابة بيكونوا في عربية وبتكون الشرطة بتراقبهم من خلال الكاميرات الموجودة في المدينة، وبيظهر معانا شخص اسمه سيمون بيكون مخترق كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع وبيقدر يتحكم في كل الشاشات الموجودة عند الشرطة. وفي ضابط شرطة بيلاحظ إن في مشكلة في الكاميرات وبيسمعوا صوت إنذار إن في عصابة هتسرق بنك، وفي عربية من الشرطة اتحركت عشان تتأكد من الموضوع. وبيظهر معانا ضابط اسمه وي وهو اللي بيكون موجود في عربية الشرطة، وبيظهر معانا فرد العصابة سيمون بيكون واضح عليه إنه متمكن في اختراق الكاميرات، وبيكون بيلعب الشرطة بكل احترافية، وبيكون موجود شرطية بتوجه عربية الشرطة من خلال أجهزة التتبع والشاشات الموجودة في الاسم المربوطة بالكاميرات الموجودة في الشارع. وعربية الشرطة بتتقابل في شارع واحد على حسب وصف الشرطية، وبتقول لهم اقبضوا على العصابة اللي هي شايفاهم في الشارع قدامها. والشرطي وي بيقول لها مفيش حد نقبض عليه، وبيطلع من العربية وبيحرك لها ايده وبيقول لها انت شايفاني، وبيطلع ان الشرطية مش شايفاهم اصلا وظاهر ليها شاشة تانية. وطبعا بيكون سيمون هو اللي مخترق الكاميرات زي ما احنا عارفين. المشهد اللي بعد كده بنكون في البنك وبيظهر معانا موظف المسؤول عن خزنة البنك، وبيكون طالع في الاسانسير، وبيظهر معانا شخص عجوز وبنلاحظ انه بيشوف كاميرات المراقبة وهو داخل وخليك فاكره. وبيبدأ يظهر معانا افراد عصابة وبيثبتوا موظف البنك في الاسانسير، وبيطلعوا بيثبتوا كل الموظفين. وفي شخص من العصابة اسمه شين بياخد الموظف المسؤول وبيجبره يفتح غرفة التحكم، وفعلا بيعمل كده وبيضرب المسؤول ده وبيفقده الوعي. وشين بيبدأ يحمل البيانات ويبعتها لسيمون، وبنعرف إن البيانات دي عشان يخترق حساب معين موجود فيه 50 مليون دولار. وفعلا بيكون بيبعتها وبيلاقي حساب تاني ب1.5 مليار دولار. وبيظهر معانا الشخص العجوز وبنعرف إن هو المتحكم في العصابة كلها، وبيقول لهم إن مفيش وقت لازم تتحركوا على حسب الخطة، وهما بيسمعوش كلامه وبيطمعوا